كرانشي كودو، مقرمشة لذيذة ملغمة بالأجبان وسايحة وذايبة والطعم حكاية. عندي صدور دجاج قطعتها مرة صغير، أضفت عليها صويا صوص مالحة، كاتشب، مايونيز، ملح وفلفل أسود، واختياري إذا حابين تضيفون البابريكا، ممكن تجهزونها قبل فترة وممكن بنفس اللحظة. حطيت هنا البصل بس أخذ له لون شوي، حطيت عليه الثوم، ثم خلطت الدجاج بالتتبيلة حقتها. قبل ما يستوي الدجاج بشوي أضفت الفلفلة الخضراء. لما بردت الحشوة أضفت عليها جبن الشيدر وقلبتها. أخذت توست وفردته، حطيته في القطاعة مع شريحة جبن والحشوة وقفلتها، صارت جاهزة. راح نغمسها في البيض والبقسماط، اخترت بقسماط خشن. وبعد كذا بعد ما أجهز الكمية كلها راح أخذ حاجتي وأقليها، والجزء الباقي ممكن تفرزنونه. قليتها بزيت غزير زي ما انتم شايفين وصارت جاهزة. رتبتها في الصحن، ممكن تقدمونها مع أي صوص تفضلونه. أولادي صراحة يفضلونها مع الكاتشب. الطعم جدا لذيذ وحكاية فعلا، تقول يلا كلوني بالعافية.